السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة. الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم غنشارك معكم ان شاء الله، غنشارك معكم وصفة رائعة. غنشارك معكم حوتة معمرة بالشعرية الصينية في الفرن بطريقة سهلة مبسطة، كتجي لذيذة بزاف. اهم حاجة كتجي صحية. كنتمنى خوتي الطريقة ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم ولايك الفيديو. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير جد بسيطين. والاهم حاجه الحوت كيجي رائع، كيجي بواحد التشرموله كتجي لذيذه بزاف. الحوته ديالنا كتجي فتيه، ونبداو على بركه الله. هي بسم الله. المهم انا عندي هذا النوع د الحوت هذا او السمك. نتوما تستعملوا اي حوته عندكم كبيره في المنزل ديالكم اللي عندكم متوفره اخوتي. من بعد كنطفها مزيان، المهم هي باقا اللي بديك الشوكه هذيك السنسور ديالها باقا ما زولت ولا شي. نتوما الاختيار تقدروا يعني ملي تشريوها تقولوا الملح يزولكم ديك السنسور ديالها. المهم كنطفوها مزيان، وكنعمل هذيك الفليحات، وكندهنها شويه هدا بالمليحه. وملي يعني كنغسلها مزيان، كنغسلها بالحامض اخوتي باش كتجينا الحوته ديالنا مزيونه. وصافي كما شفتوا معايا عندي تما في ديك الاناء عندي تما كنربيع نقطع القزبر والمعدنوس تقريبا واحد 3 المعالق كبيرين. زدت عليهم واحد 3 د الفصوص ديال الثوم محكوكين. زدت عليهم نص الحامضه، عصرت واحد نص الحامضه. بالنسبه للعطريه عندك المعلقه الاولانيه اللي عملتها عمره مزيان. عندي القزبر حبوب مطحون. هذه بالنسبه للعطريه عندي التحميره، الخرقون، شويه د الابصار، الكيمون كما شفتوا معايا. المهم العطريات كنزيد هنا شويه د المليحه كتبقى على حسب الذوق ديال اي واحد. كنزيد هنا تقريبا هيدا واحد 3 المعالق د الزيتون د الزيت د الزيتون. تقدروا تعوضون بالزيت المائده، الاختيار كيبقى لكم. كنخلط مزيان ديك التشرموله كما شفتوا معايا. من بعد غنزيد هنايا غنزيد لها واحد تقريبا واحد المعلقه هيدا د الماء باش كنطلق ديك التشرموله مزيان. وكندهن ديك الحوته ديالي مزيان اخوتي، ضروري ندهنوها مزيان ديك التشرموله اللي وجدت معكم. وكنحشي في ديك الفليحات اللي عندي ديك الحوته، كنحشي لها التشرموله مزيان تما باش كتجينا الحوته ديالنا كتجينا متشرمله وكتجينا بنينه. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كندهن ديك الحوته مزيان، وكنحشي لها يعني الشرموله في الداخل وفي ديك الحواشي مزيان بهذه الطريقه هذه. وصافي اخوتي من بعد ملي ساليت ديك الحوته ديالي خليتها على جنب، شرملتها وخليتها يعني تشرب العطريه باش كتجي الحوته ديالنا بنينه. من بعد عندي هنا واحد 3 د الفلفلات، عندي حمراء خضراء صفراء. وانتم اللي كان عندكم متوفر تقدروا تستعملوا اي حمراء وخضراء. المهم اللي كان عندكم متوفر اخوتي. من بعد كنغسل ديك الفلفل مزيان وغنقطع يعني كل فلفله، يعني غنقسم ديك الفلفل على النص. يعني غنستعمل يعني 3 النواص د الفلفل غنعملهم في الحشوه د الحوته، و3 النواص اخرين غنخليهم نعملهم في الصينيه اللي عند خلال الفرن. المهم دابا غنصبغ نقطع داك الفلفل الاحمر، نقطعو قطعات صغارين كما شفتوا معايا. يعني الفلفل اللي غنقطعو صغير اللي غنحشي به الحشوه ديالي يعني نعملو مع الشعريه الصينيه. نتوما خليكم معايا وتبعوا الطريقه ان شاء الله عندنا الاعجاب ديالكم. ممكن ما قلت لكم الفلفل يعني اللي كان عندكم متوفر ماشي ضروري تستعملوا هذا الملون، يعني الاحمر ولا الاصفر ولا الاخضر. المهم اللي كان عندكم اخوتي. اما دابا صراحه الله رجع رخيص الثمن ديالو، ماشي بحال رمضان كوصل حتى 20 درهم للكيلو، دابا غير 7 دراهم. يعني رخيص صراحه الله ما شاء الله. يعني نوجدوا هذا الشيوات بالفلفل يعني سواء طاهيه. المهم ماشي بحال رمضان كان غالي بزاف صراحه الله. يقول كنشريو الدجاج. ايوا المهم اخوتي كما شفتوا معايا قطع ديك نص الفلفله حمراء ونص الفلفله الصفراء. دابا ندوز باش نقطع ديك نص الفلفله خضراء. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي ديك تقطع ديك الفلفل كما شفتوا معايا. ديك الفلفل نقطعو قطعات صغار، يعني ماشي صغيرين بزاف وفي نفس الوقت ماشي مكبرين كما شفتوا معايا في الفيديو اخوتي. وصافي ومن بعد ملي سالي ديك الفلفل بالتقطع عملته في ديك المقله خليته على جنب. دابا ندوز نقطع الفلفل اللي غنعملو في ديك الطاوه ديال الفران. غنقطعو شرائح طوالين بهذه الطريقه هذه. هذا كامل باش نقطعو شرائح طوالين باش كيعطينا في واحد في ديك الطاوه ديال الحوت اللي عندها الفران كيعطينا واحد المذاق واحد اللوين. المهم كيجي يعني الحوت ديالنا مزيون بهذا الفلفل هذا الوان اخوتي. بغيتكم تجربوا ان شاء الله هاد الطاوه ديال الحوت في الفران، كتجي رائعه صحيه وكتجي بنينه بزاف. المهم اخوتي انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي تقطع ديك الفلفل ونتلاقى معكم باش نكمل الوصفه ديالنا. المهم الفيديو يجيكم طويل شويه، المهم جبرت ما نقطع يعني
ضروري اخوتي، يعني اي حاجه كنعطيوها حقها وصافي. المهم يقبلوا عليا وصافي اخوتي. استمر بهذه الطريقه حتى نسالي بالتقطع د الفلفل ونرجع نكمل معكم الوصفه ديالنا ان شاء الله يا ربي. وصافي اخوتي، من بعد ملي كتسالي ديك الفلفل بالتقطع، عندي هنايا واحد العلبه د الشعريه الصينيه. المهم انا غنستعمل، المهم هذه انا شريتها 5 دراهم، غنستعمل غير النص ديالها كما شفتوا معايا. يعني غنستعمل غير واحد المورسو د الشعريه الصينيه. نتوما كان عندكم الحوته كبيره تقدروا تستعملوا يعني جوج على حسب الحوت واش عندكم كبير ولا صغير. المهم اخوتي، انا استعملت الحوته تقريبا فيها شي كيلو. عملتي واحد المورسو د الشعريه الصينيه، زدت عليها الماء طيب وخليتها ترطب لي. المهم ديك الفلفله كنزيد عليها العطريه، زدت عليها الزيت، مليحه، شويه التحميره، الخرقون، شويه د الابصار. وعزيد هنا واحد المعلقه يعني معلقه صغيره عامره مزيان د العطريه د الحوت. كان عندكم متوفره تستعملوهم، كانت عندكم متوفره عوضوها يضحكوا شويه الزعتر. وعزيد هنا شويه د الصلصه د الصوجه اللي كان عندكم متوفره، اللي كيبغيها بحال كيعطي واحد المذاق مزيان. كنعمل ديك المقله ديالي تقلى مزيان اخوتي على بوطه وصافي. ومن بعد ملي تقلات لي مزيان ديك الفلفله كما شفتوا معايا، زدت عليها 4 مقاطع بين القزبر والمعدنوس. زدت هنا ديك الشعريه اللي صفيتها من الماء ورطبات معايا. زدت على ديك الفلفله اللي شحرت مزيان ديك الفلافل مع بعضياتهم وصافي. المهم هذه هي الحشوه د الحوته ديالنا، كتجي بنينه. المهم اخوتي كما شفتوا معايا، كنشبر ديك الشعريه الصينيه كنقطعها بديك المقص باش مابقاش يتعذبنا. كنخلط مزيان الحشوه ديالي باليد ديالي باش كتخلط مع ديك الشعريه مع ديك المكونات مع بعضياتهم مزيان. هاد الحشوه كتجي بنينه مع ديك المعلقه الصغيره د العطريه د الحوت مع ديك الصوجه. كتجي يعني الصراحه الله بحال كتاكل يعني بريوه د الحوت، كيجي فيها المذاق مزيون بزاف. بالنسبه لديك الترموله اللي شاطات لي على الحوته، زدت عليها انا واحد المعلقه كبيره د الصوجه. زدت هنا تقريبا واحد 4 كاس د الماء. واحد المعلقه كبيره غنزيد مركز د الطماطم ديال الصلصه. المهم اللي كان عندكم متوفر، مكانش عندكم تستعملوا ديك لاصوص وصافي. كنخفف مزيان ديك الترموله مع ديك حيت ديك مركز الطماطم. كنزيد شويه د الماء، كنخفف شويه ديك الترموله ديالي باش هي اللي غنعملها في الطاوله اللي عندها الفران. كنحتاج هنا بصله مطيشه تقريبا. هذا المهم على حساب نتوما الطاوه ديالكم واش كبيره ولا صغيره. المهم استعملت انا البصله قطعات صغارين كما شفتوا معايا، وستفتها هي القاعيه في الطاوه اللي عندها داخله الفران. استعملوا اي مول ولا اي طاوه، المهم الاختيار كيبقى لكم. انا استعملت هذه الطاوه هذه الفران. زيت مطيشه قطعت الدوائر. المهم غسلتها مزيان، كنخليها بالزريعه ديالها والقشره ديالها، كنقطع دوائر. كنزيد ديك الفلفله اللي سبق اللي قطعت معاكم شرائح طوالين كما شفتوا معايا. غنخلي واحد 4 ولا 5 على حسب التزيين وصافي من فوق الحوته باش كيجي واحد المنظر مزيون اخوتي وصافي. غنستف ديك الخضر ديالي مزيان مع بعضياتهم. المهم البصله الاولانيه كنستف البصله هي الاولانيه، كنزيد الطماطيشه، كنزيد ديك الفلفله، من بعد غنزيد ديك العطريه، عفوا اخوتي قلت العطريه. المهم غنزيد ديك الترموله اللي شاطات لي على الحوت على الحوته. ملي شرمت الحوته غنزيد ديك الترموله كامله، نزيد على ديك الخضر كما شفتوا معايا بهذه الطريقه هذه باش كتجينا الخضره ديالنا كتجينا لذيذه وبنينه. في المرحله دي ما كنعمل لا عطريه لا والو وصافي. كنقول انا باش نحمر الحوته ديالي بديك الحشوه اللي وجدت معاكم، الحشوه ديال الفلفل والشعريه الصينيه كتجي بنينه. جربوها خوتي ان شاء الله وعدنا الاعجاب ديالكم. واللي وصل معي حتى المرحله دي وعجبوا الفيديو ديالي، ما تنسونيش من الدعم ديالكم ولايك الفيديو. شكرا لكم بزاف اخوتي على المتابعه ديالكم، على التعاليق، على اي حاجه كتخليوها في الحلقه ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف، جزاكم الله كل خير. كنتمنى الوصفات ديالي الساهلين والبسيطين ينالوا الاعجاب ديالكم وصافي. غنستمر بهالطريقه كنعمر ديك الحوته مزيان. المهم ديك الحشوه كتجي هي هذيك اخوتي، يعني كتجي هي هذيك. انا كيما قلت لكم عندي الحوته ماشي كبيره بزاف، تقريبا فيها 1 كيلو. كنعمر ديك الحوته ديالي مزيان وكنعملها على ديك الخضر بهالطريقه هذه وصافي. كنشبر كنعوضها بديك الطاوله اللي عندها داخله الفران وصافي اخوتي. من بعد كيكون عندي الفران كيسخن كنغطيها بورق الزبده، من بعد كنغطيها بورق الومنيوم كندخلها الفران. كاش عندكم ديك الورق د الالومنيوم غطيوها بديك ورق الزبده، عاد تفسكوه شويه بالماء باش ما كيتسحرقش. وكنلويو مزيان ديك الحوته ديالنا وكنعملوا فوق منها واحد الطاوه اخرى. اللي ما كانش عنده متوفر ديك ورق د الالومنيوم اللي كان عنده متوفر يستعملوا. المهم كنشبرنا واحد طميشه الدوائر د الحامض كنقطعهم على جوج، كنعملهم في ديك الفتيحه د الحوته كما شفتوا معايا. كنشبر ديك شرائح د
الفلفل اللي خليت معاكم د الفلافل احمر اخضر واصفر. كنزين الحوته من الفوق وصافي اخوتي. ومن بعد غنزيد هنا ديك التشرموله اللي بقات لي، وديك التشرموله غنزيد لها شويه د الماء وكنزيدهم على ديك الخضره. والمهم هي نتوما كما عارفين الخضره كتلق الماء ديالها. وتقدروا في هذه المرحله هذه بغيتو تزيدوا شويه د زيت الزيتون وصافي. كنزيد هنا كنصبر ديك التشرموله كنعملها على ديك الخضر على ديك الحوته، وغنشل ديك المول اللي كان عندي فيه ديك التشرموله غنشلو بشويه د الماء وغنكبو على ديك الطاوه ديالي اللي فيها ديك الحوته. وكتبقى الطبق ديالنا موجود اخوتي. كندخلوه للفران، سواء الفران د البوطه ولا فران د الضوء. المهم دخلته على الفران اخوتي دركات فران د البوطه. المهم كما قلت لكم غنغطي الطاوه ديالي وغندخل الفران كيكون سخون مزيان. كنشعل يعني من التحت ثم الفوق وباش كطيب لي دغيا. ما كتاخذناش يعني تقريبا واحد يعني ولا خليتو العافيه مهيله كطيبكم هذا في نص ساعه كتجي لكم مقليه من التحت ثم الفوق. وهذا الشكل النهائي للحوته ديالنا ملي خرجتها اخوتي من الفرن كيفاش كتجي محمره. كتجي يعني الحوته ديالنا ما كتجيش ناشفه. جربوها بهذه الطريقه دي ان شاء الله. وتقدروا ملي تكون عندكم طيب في الفران يعني تعريوها شويه وتقدروا ديك لاصوص اللي كتهبط تزيدوا ترشوا الحوته من الفوق باش كتجي الحوته ما كتجيش ناشفه وكتجي الحوته بنينه. يعني ملي كطيب ديك الخضره كتلاق الماء ديالها ديك الماء كنبقاو نرفدوهم هيدا بالمعلقه ونكبوا على الحوته ديالنا. كنوريكم الحوته كيفاش كتجي لذيذه بزاف اخوتي بهذه الطريقه دي. وكيجي الحوته ديالنا صحيه. المهم كنتمنى اخوتي الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم ولايك الفيديو. شكرا لكم بزاف اللي وصل معي حتى لهاد المرحله هذه. كنتمنى اخوتي الوصفه ديالي اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا جربتوها ان شاء الله عندنا الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا اخوتي مع ديك الحشوه الشعريه الصينيه مع ديك الحوته. يعني الحوته كتجي فتيه كذوب اخواتي في الفم ما كتجيش ناشفه. وهنا كيتسالى اخوتي فيديو ديالي معكم. نقول لكم يلا بسلامه.